عسلامة، أهلا وسهلا بكم. اليوم جبت لكم دبارة من دباير رمضان. على غالب بحكم الخدمة ما نخلطش باش نصور لكم كل يوم، لكن هاكا كي نلقى فضوى نحاول نودكم بحاجات بنينة وبالطبيعة اللي طبقهم يبدا شيخ عليهم. عملت مصلي بالعلوش، فلفل محشي زادا كيف علوش بريك، وشوربة بالحوت نودكم ولا نشهيكم. يلا نبداو في تحضير، وما تنسيوش تعملوا جيم وبارتاج الفيديو وابونيفو. اول حاجه بديت فيها هي الشوربه. ما شاء الله احنا عيله هذيك، علاش راني عامله طنجره كبيره، ما تستغربوش من الكميه. ونطيبها على نهارين. دونك لهنا حطيت الزيت متاعي يتقلى، الطماطم الهريسه فواحد بالملح، الفلفل اكحل، حطيت التبل وكرويه، حطيت فلفل زينه، ونحركهم مليح 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 هكا ياخذوا تقليه عالسريعه خفيفه. وزدت الحمص والكلافس. لهنا هذيك الماء متاع الحوت انا نسيت باش نصوره، يعني خذيت التريليا متاعي. انا الحق الشوربه ديما نعملها بالحوت بالتريليا والا بالسردو، كمان مره هذه بالتريليا. دونك نطيبها على جناب في ماء وملح فلفل اكحل ورشه خفيفه كمون. المرقه متاعها نصفيها ونحطها. لهنا زدت الثوم كما قاعدين تشوفوا، وصبيت الماء سخون طنجرتي باش نعبيها بالماء السخون، نمرقها مليح. وعرفت وكان ندورو نحركها دورو نحركها باش ما نقعدش انا يعني نتعطل بها. ها هي كتيبة على الغاز وانا صنعة جوي. هذه الشوربه متاعي مرمز كما قاعدين تشوفوا، بسم الله ما شاء الله، جويده تهبل. غسلتها مليح باش نحى منها القشره النخاله. صفيتها وخليتها تتسقطر، ومن بعد حطيتها على الشوربه. طبعا كيف يطيب الحمص نسكر عليه، واذا استحقيت اني باش نزيد نمرقها راني نزيد نمرقها. هذا الحوت متاعي بعد ما صايي فتفتو زدته للشوربه وخليته يطيب معاها مره اخرى باش يتسيبك القوه متاعو وكالنكهه والبنه. كما قاعدين نشوف شقولوا هذه عبيتها ماء، اي اوكي نعبيها انا شوربه بالماء ونخليها حتى لين توصل للتكستور اللي انا نحب عليها. كي توصل كيف ما انا نحب وقت نطفي عليها. طبعا يعني يطيب الحمص بالكدا. نحبوها خفيفة احنا في نفس الوقت زايدة. لهنا زدت مرقتها على خاطر الحمص راهو مازال ما طابش، طبعا يلزم يطيب الحمص مليح. يبقى الكونتيتي راهو تتحكموا فيها نتوما كما قلت لكم حسب عائلتكم. باهي نجيو للطنجرة اللي بعدها باش نعمل موسلي علوش. الطنجرة الاخرى اللي وريتها هي مقرونة بالكروفيت، صورتها اما ما كملش، صورتها ان شاء الله المرة الجاي باذن الله نمنتجها ونهبطها لكم. باش نحضر الموسلي متاعي. اول حاجه حطيت الزيت، البصل هذاك اللحم متاعي ميم با نعمله غلوه خفيفه. نحي منه الزفريه اللي فيه ونغسله مليح ونطيب بيه. حطيت الملح فلفل اكحل وكركم وثوم بزيت كركم خاطر ديجا موسلي كما قلت لكم. خليته على نار هاديه يتقلى هكا شويه الى ان يسخن الماء. زدت الكركم حسيته شويه، وبطبيعه الحال نحط شويه هكا فلفل زينه. احنا نحبه هيك توزويزه هكا يكون ازعر، لكن في نفس الوقت هكا يكون مفلفل زايد. احنا تويسه شعب الهريسه بنحبوا كل الحاجه مفلفله وبنينه. كما قاعدين نشوفوا لهنا الزيت سخن. نورمالمون زاد الماء متاعي سخن، نمرق بالماء سخون ونخليه لين اللحم يطيب. يعني اذا استحقيت اني باش نزيد ماء سخونه راني نزيد، طالما اللحم مازال ما طابش نزيد الماء. انا واحده من الناس تحب كي تبدا اللحمه مجرد اني نمسها هكايا بالفرشيطه ولا بالمغرفه تجي ذايبه معايا. نجيو للدغساج. خديت بصل احمر قسمته رونديلات. البطاطا قليتها زاده كيف كيف ميم با شويه هكا خذيت لون زاده نسيت باش نصورها على غالب نزرب، ماك تعرفوا رمضان والوقت ضيق وكل شيء. اللحم تاعي طبعا طايب.
انا تو كان عم في دغساج وحطيت الفور متاعي يسخن الفوق ولوطه جوست باش نحمر المصلي لا اكثر ولا اقل، خاطر زاد البطاطا بريسك طايبه بالقليان. لهنا نصب له الصوص متاعو، تكون نخليها مرخوفه شويه على خاطر البطاطا ديجا كيما قلت لكم هي تكون طايبه نص طياب، وتكمل طيابها في الفور واللحم منها يتحمر. باش نزين المصلي متاعي بالطماطم والفلفل، مرات نقلاهم ومرات لا. اليوم ما خلطتش هكا باش نعملهم ضربة قلية خفيفة، دونك حطيتهم كيف ما هما نيين والفور داو يحمرهم ان شاء الله. ومع ذلك جاي بسم الله ما شاء الله بنين بنين يهبل المصلي. ودكم ولا نشهيكم. كملت زينته بالخضرة متاعو وعديته للفور. نجيو للفلفل المحشي. فلفل محشي انا عملته بالحم علوش، تنجموا تعملوه بقري ولا دجاج ولا سكالوب كما انتم تحبوا، الكونسيبت هو لكن اللحم هو اللي يتغير. حطيت ملح وبصل وثوم وزيت وهريس فلفل اكحل، فلفل زينه، شويه تابل وكرويه، وبطبيعه الحال ما ننساو شويه الهريسه عربي. انا نفوحو مليح بالكدا بالكدا الفلفل المحشي، نطيب له اللحم نتاعو كلك سوا كيما قلت لكم دجاج ولا لحم والا معناها اللحم بقري ولا علوش، هذا يرجع حسب الاختيار. وقت اللي يطيب اللحم نتاعي يرجع يقف على زيتو، ناخذ لاشوار نتاعي ونحط فيه اللحم بالصوص، طبعا هي تكون خاثره، ونحط المعدنوس والجبن نرحيهم الكل في الميكسور باش كيما قاعدين تشوفوا هذه هي الريزولتا فينال. ولهنا مبعتلي نزيد العظم، انا نزيد بالكعبه ونخلط ونشوف هل الخليط سيبون تلمد والا نزيد. لهنا الخليط متاعي يسحق كعبتين عظم، بما اني حاطه رطل اللحم دونك سحقيت بزيت. الفلفل متاعي قعورته حاضر باش. لهنا التكنيك هذا يتعاونكم باش خفلف تعمروا الفلفل المحشي متاعكم فيسع فيسع. ناخذ الخليط ونحطه في بوش على غالب حلوانيه استنست التكنيك هذيا من غير ما نخمم فيها، معناها بوش ونعمل البوشاج متاعي نعبي الحاجه ونتعدى. اصلا هو بطبيعته الخليط يكون كما قاعدين تشوفوا تحسوه جاري شويه. فوالا الكعبه اللي تتعبى كهو احنا تو في عصر السرعه، والمراه كلها عامله، اغلبيه النساء تخدم، حتى اللي قاعده في دارها زادي كيف كيف وراها برشا مسؤوليه. دونك لازم هاليزاستيوس اللي يعاونونا باش خفلف نطيبوا ونحضروا. لهنا نبدا حتى صحن فيه شابلور القرن اللي يتعبى اوب نحطه على وجهه. علاش الشابلور؟ باش يسكر الوجه الفم متاع الفلفل، وكما قاعدين تشوفوا يعاوني حتى في تطيب ويجي هكا مستوي ونظيف على محلاه. كهو نقلي قرينة الفلفل متاعي وهكا معناها اللي يحضر نرمي في الزيت كما قاعدين تشوفوا. بسم الله ما شاء الله، نودكم ولا نشهيكم جربوها الطريقة وبإذن الله تكونوا فرحانين وتعجبكم على الآخر. بوينا فما قرون عبيتهم زيادة عن اللزوم، هذاك علاش يخرج منه. وانا راني زاد ديما نعملو بالدجاج، غير بابا يحبوا بالعلوش، هيا قلت ميساج خلنا واحد يعمل له الشهوه اللي يحب عليها. باهي نجيو للبريك تويكا. خذيت البطاطا نتاعي مصموطه، حطيت عليها جبن غرويير وجبن غنمي. انا راني البطاطا ما حطيتش فيها ملح على خاطر قريت حسابي انه انا جبن غنمي مالح، دونك هذه حاجه ردوا بالكم منها. زدت المعدنوس والعظم وبديت نحرك، بعد ذكرت لي انه حطيت الطن دونك رجعت حطيت الطن وخلطت الخليط نتاعي كما قاعدين تشوفوا. امور كلها واضحه. ناخذ كعبيه الملصوقه نتاعي المطويين تريانجل نعمرهم وديريكت للقليان، اللي يحب يحط في الفور يحط، كل حد وشنو هكا تشتهى نفسه. انا هكا في الدار مرات نعمل لهم البريك مقلي ومرات نعمله لهم في الفور هكا باش ما يمدلوش هكا ما يفدوش كل مره كيفاه.
نرمي كعبات البريك متاعي في الزيت ويكونوا حاضرين. شوفوا ريت هي الكوجينة راهو نظام. تلقى روحك هكا بالمرحلة الطيب وتحضر بإذن الله تكون سيبون أمورك واضحة وكملت وبأقل حوسة وفي الوقت صحيح هو فما برشا جري، أما ربي يأجرنا. ديما ما تنساوش وانتم تحتسبوا الأجر اللي انتي وقفتك في الكوجينة راهي ماهيش معناها هباء هكاكا. أجر إطعام صائم. احتسبوا الأجر في كل شيء، وانتي تنجم زادا تحل القرآن تسمعوا، تحل درس تسمعوا، ما تنساوش ذكر الله، ما تنساوش أذكار المساء، لأن احنا هندخلوا الكوجينة أصلا بعد العصر. دونك تكون صليت عصرك، سبحت، توكلت على الله باش طيب وتحضر لعائلتك، وانه هو انت باش تقوى بدنك على العبادة. يعني بالحق احنا ديننا محلاه فيه احتساب الاجر لكل شيء. تفرح عائلتك هكا. هو نجيو بريكتنا طابو، المسلم تاعنا خرج من الفور. انا راني سكرت عليه هذاك علاش ماكمش تراو فيه يغلي، خاطر كي طاب سكرت عليه خليته في الفور سخون. لكن قبل ما نقدمه زدت وكرشت الماء دنوس. هذه هي الشربة متاعي. الطنجرة الكبيرة نسيت باش نصور منها نهار الاولاني كهو عاد اذن عليا الاذان وانا مازلت في الكوجينة، دونك نجري نسربي. من غدوة حبيت نوريكم الشربة متاعي كيفاه بنينة جربوها وخفيفة. او كان يحب يعمل طنجرة كبيرة ولا صغيرة حسب عائلتكم طبعا، يعني ما شاء الله فما عائلات يبداو كبار يسحقوا باش يطيبوا بكونتيتي كبيرة. هذه كانت دبارتنا لليوم، ان شاء الله نرجع لكم في دباير اخرى، ويا رب تكونوا استفدتوا وعجبكم الفيديو، وان شاء الله يكون خفيف ظريف على قلوبكم. نتمنى من كل قلبي تعاونوني في تكبير القناة وتعملوا اشتراك ابونيفو وتعملوا جيم وبارتاج الفيديو. ومرحبا بكم التوانسة والمتابعين معنا للدول الشقيقة. فرحانة بوجودكم، ان شاء الله يا رب تكونوا تستفادوا. معنا زادا من العراق، مرحبا بكم، ومن اليمن والجزائر والمغرب. مرحبا، يشرفني على الاخر وجودكم في قناتي، وان شاء الله نكون قاعدة نوصل لكم في الاكلات التونسية بكل احترافية.